أهلا أصدقائي، مرحبا بكم في هذه الحصة الجديدة من خلالها غادي نتعلموا أفراد العائلة باللغة الفرنسية. وهاد الأفراد أكيد راه مهمين نتعرفوا عليهم باش نغنيو الرصيد المعرفي، لذلك استمعوا مزيان وحاولوا تكتبوهم وتحفظوهم في نفس الوقت. إذا لنبدأ أصدقائي مع تعريف بالعائلة باللغة الفرنسية. العائلة لا فامي، لا فامي، لا فامي. إذن العائلة لا فامي. أما أول شخص من أفراد العائلة اللي غنذكره هو الأب، لو بير، لو بير، لو بير. الأب لو بير. أما الأم لا مير، لا مير، لا مير. الأم لا مير. أما الابن يعني الابن كنقولو لو فيس، لو فيس، لو فيس، لو فيس هو الابن. أما الابنة أو البنت نقولو لا في، لا في، لا في. لا في هي الابنة. أما الأخ لو فخير، لو فخير، لو فخير، لو فخير هو الأخ. أما الأخت لا سور، لا سور، لا سور، لا سور يعني الأخت هي لا سور. أما الجد le grand-père، le grand-père، le grand-père، le grand-père. إذن الجد هو le grand-père. أما الجدة la grand-mère، la grand-mère، la grand-mère الجدة. أما العم أو الخال نقول l'oncle، 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 l'oncle. إذا العم أو الخال l'oncle. كما قلنا الخال أو العم كذلك نستعمل نفس المصطلح بالنسبة للخالة أو العمة، لا طونت، لا طونت. إذا قلنا لا طونت، لا طونت هي العمة أو الخالة. أما ابن الأخ أو ابن الأخت لو نوفو، لو نوفو، لو نوفو، لو نوفو. أما ابنة الأخ أو ابنة الأخت لا نيس، لا نيس، لا نيس. لا نيس هي ابنة الأخ أو ابنة الأخت. لا كوزين، لا كوزين، لا كوزين تصلح لأن نقول أنها ابنة العم أو ابنة الخال أو ابنة العمة أو ابنة الخالة، كلها يمكن أن نقول لا كوزين، لا كوزين. لو كوزان، لو كوزان، لو كوزان، لو كوزان. لو كوزان تصلح لكل من ابن العم أو ابن الخال أو ابن العمة أو ابن الخالة، كلهم يمكن أن نقول لو كوزان. أما زوجة الأخ لا بيل سوغ، لا بيل سوغ، لا بيل سوغ بمعنى زوجة الأخ، لا بيل سوغ. الحفيد لو بوتي فيس، لو بوتي فيس، لو بوتي فيس، لو بوتي فيس. الحفيد هو لو بوتي فيس. أما الحفيدة لا بوتيت في، لا بوتيت في، لا بوتيت في. الحفيدة لا بوتيت في. أما الحماة لا بيل ميغ، لا بيل ميغ، لا بيل ميغ. لا بيل ميغ هي الحماة.
أما الحمو le beau-père le beau-père le beau-père le beau-père. أما الزوج نقول le mari le mari le mari le mari هو الزوج. l'époux 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 كذلك نفس المعنى الزوج. أما الزوجة la femme la femme la femme la femme الزوجة. كذلك يمكن أن نقول l'épouse 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 الزوجة l'épouse كذلك نفس المعنى كما الزوج. أما الصهر أو زوج الأخت نقول le beau-frère le beau-frère le beau-frère يعني صهر الزوج فالصهر أو زوج الأخت le beau-frère. أما الصهر أو زوج الابنة نقول le gendre le gendre le gendre le gendre. صهر قلنا أو زوج الابنة le gendre. أما الوالدين أو الوالدين نقول les parents les parents les parents les parents الوالدين les parents. إذا صديقي صديقتي ما تنسوش أنكم تتبعونا على صفحتنا على الفيسبوك اللي هي أفلام جميلة وتعلم الفرنسية وعالم المعرفة. سلام.